بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. نحمده حق حمده أن أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فامتن علينا بقبس من نور هدايته، وكلأنا بنظرة من عين ولايته، وحبانا بفيض من سابغ رحمته. ونصلي ونسلم على من كان للعلم داعيا ونصيرا، وللعلماء أسوة وبصيرا، وعلى البشرية رحمة وأميرا، محمد بن عبد الله المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى عترة آله الأخيار وخيرة صحبه الأبرار، وعلى من سبك هديه إلى يوم تشخص فيه الأبصار. سيدي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الأخ الكريم والصديق القديم الدكتور أبو عبد الله غلام الله، سيدي الدكتور محمد ناصر بوحجام رئيس جمعية التراث، شيخنا الفاضل بقية السلف الصالح الشيخ تواتي بن تواتي، سيدي الشيخ مصطفى باجو رئيس رئيس مجلس عمي سعيد. أقدم التهنئة خالصا لكل الذين وقفوا أنفسهم حماة للإصلاح وبناة لحي على الفلاح، زادهم الله تعالى عزة وتمكينا. إن قيامي بهذه الندوة التي رأيتني فيها مؤديا فرضا حتما إنما هو عرفان بالجميل لمن تحمل أعباء المسؤولية الثقيلة بهمة وشهامة في ظروف حالكة زلزلت كيان المجتمع في جذوره، وعصف به الموج هائجا في بحوره، ولكنه استمسك واستعصم. وإن من أبرز من يجب على الأمة جمعاء ترسم خطاه والاستنارة بسناه فقيد الإسلام ومجيد الأمة وفريد الوطنية، فضيلة الوالد الكريم الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج تغمده الله برحمته. ذلكم الرجل مقدام والبطل مغوار، مفخرة الإسلام ورمز الوطنية وقمة التضحية وذروة سنام الجهاد. ونحن إذ نشير إلى بعض المحطات التاريخية التي قد لا يعلمها الكثير من النخبة الذين يتربعون على شرفات القمة ويذهبون من كل شيء باللباب، فكيف بعامة الناس من أبناء هذه الأمة الذين لا تستهويهم الفطانة والكياسة ويرضون من كل شيء بما يستنقذه الذباب. إننا لا نريد من هذا الحديث مجرد سرد الحوادث نملأ بها رقيق صفحات المكتوب، وإنما لننحتها في عميق صفحة القلوب، ومن ثم لنلفت انتباه السامعين إلى حقيقة هذه الشخصية العظيمة التي كان لها مع التاريخ وقفات تليدة، ومع المعارف بصمات عديدة، ومع المجتمع جولات مديدة. عرق همة النفس من صغره، وعرك شدة الحياة في مقتبل عمره، وقرع لأواء الكد في آخر عهده، صائلا شديد البأس في الميدان، جائلا سديد الحس رابط الجنان،
لا يعرف كللا ولا يجد مللا دون تحقيق غايته وتسويق أفكاره وتدقيق معارفه، أو تأخذه سنة الكرى أو يوسد جثمانه الطرى. وحسبي برهانا على زهم هذا بعض مشاهد من حياته رحمه الله، أعرضها على سبيل الحجة والبرهان ودليل المحجة لكل إنس وجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. محمد بن بابا الشيخ بالحاج مربيا، لقد امتهن حرفة التربية من صغره، فتعهد نفسه بالرعاية الدينية والسمات الخلقية والضوابط الاجتماعية، فنشأ على الفضيلة وترعرع على الاستقامة، فكان من رواد المدارس وعمار المساجد، ولدا صالحا وشابا فالحا، وقد سقته غوالي الاستقامة وابل الفضيلة، وأرضعته خالصة لبني التقوى عائل القبيلة، فاكتسى بكل خلق جميل ونبذ كل خلق ذليل. وهذا ما انعكس على سلوكه طول حياته في مرحلة طفولته وشبابه وكهولته وشيخوخته، أستاذا أو طالبا، مقيما أو غائبا، فهو ما غير شيئا مما نشئ عليه، ولعل هذا ما تجلى أكثر يوم كان في تونس طالبا، وتبدى منه يوم تولى رئاسة البعثة البيوضية في تونس، فكان مثالا للانضباط وأسوة لمن كانوا تحت إمرته في أيام الرباط. وقد أحصروا 7 شدادا، وأحاطت بهم الفتن تبغي تلقفهم أفرادا، ولكنه استعصم فاستعصموا، ولو رتع لرتعوا، فعادوا كلهم يوما جلت الغمة أسيادا، وقد حصدوا من ميادين الوغى أمجادا. كما تجلت موهبته الفطرية في ميادين التربية يوم انضم إلى سلك التعليم في معهد الحياة في أكتوبر سنة 1962، فكان نموذجا للأستاذ المربي، أسوة للطالب المتربي، وقدوة للمجتمع الذي يشهد له بالخلق الأبي، فذاع صيته في الآفاق شاهدا له بحسن السمت وجميل العشرة وحسن الموعظة، بما كان يجود به من دروس قيمة في مختلف المناسبات، ويفيد به من محاضرة جمة في النوادي والجمعيات. لقد اقتحم صفوف المجتمع المتشابكة صائلا جائلا، فما ترك هيئة إلا وانضم إليها، وما عرك معضلة إلا واهتم بها. لقد انضم إلى إدارة العشيرة، والتحق بحلقة العزابة، وعين في مجلس عم سعيد، واختير لمجلس با عبد الرحمن الكرثي، ثم اعتلى مقعدا في المجلس الإسلامي الأعلى، كما كان عضوا في إدارة معهد الحياة وجمعية الحياة وجمعية القدماء، ولم يكن له من غرض سوى تنشئة الجيل على سواء السبيل، وأن يكون لقومه خير دليل، يسوسهم باللياقة ويسودهم باللباقة، ويسوقهم إلى التبوء في مقعد صدق ونعم المرتقى. فلا تسل عن مئات الجلسات بل آلاف المواعيد التي يحضرها في حل المشاكل وفض الخصومات والنظر في المستجدات ومتابعة المتغيرات على مختلف المستويات والهيئات. فما أعقل أنه لم يخرج ليلة إلى موعد من المواعيد طول حياته عدا المواعيد الصباحية، لما عهد منه من جد وحزم، ولما عرف به من فضل وحلم، فاكتسب ثقة كل طالب، فكان مقصد كل راغب. فما كنا نحظى بمجلسه نحن أفراد العائلة إلا نزرا، ولعل الوالدة أكثر
فما أحسب أنها تحمل عليه وزرا، وقد احتملت غيابه 7 مرت عليه جمرا. وكنا نسلي أنفسنا بأن ذلك كله سيعود علينا من المولى فضلا وأجرا. لقد تركت دروسه ومواعظه أثرا ضالعا، وحققت هدفا رائعا في نفوس كل من استمع إليه بقلب منيب أو ألقى السمع إليه وهو شهيد. وقد تميزت دروسه بالبيان الشافي والدليل الكافي والإقناع الضافي والموضوعية في الطرح والشمولية في الوصف، فكيف لا، وقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وهذا ما يشهد به كل من جلس إليه وأناب. كما بان فضله بيانا في آلاف الطلبة الذين تخرجوا على يديه طيلة 50 عاما من الجود والعطاء، وقد أفرغ عليهم وابل خلقه، وأغدق عليهم كامل فضله، وصبغهم بصقيل دهنه، وطبعهم بجميل ذكره، فغدوا نجوما تتلألأ في سماء الفضيلة، وشموسا تشع في بيداء كل نبيلة. انتشروا في كل قبيل هداة مرشدين، وانتثروا في كل سبيل دعاة مهتدين، فانقادت لهم الجموع مستبشرة، ودانت لهم الربوع مزدهرة، وما ذلك إلا فيض من عطاياه وغيض من سناياه، فأكرم به من مرب نصوح، وأنعم به من مؤدب طفوح، قل له مثيل وعز له نظير. محمد بن بابا الشيخ بالحاج فقيها. أما عن مقام الوالد المحتفى به فقيه فحدث عن البحر ولا حرج. لقد بلغ في فقهه شأوا بعيدا، وجاء فيه من علمه حكما جديدا، وترك من فضله مجدا تليدا. لقد عرف الفقه من صباه يوم كان يغشى المسجد يحضر دروس الشيخ بيوض رحمه الله، فكان يستوعبها ويعيها وينقلها ويلقيها على العائلة، فيعجبون من حفظه ويرغبون في نطقه ويتلذذون من علمه. ثم بان تفوقه وهو طالب في معهد الحياة، مهتما بالمواد الشرعية التي كان يعنى بها المعهد يوم ذاك وفق الغرض الذي أسس له، وأظهر تفوقا في التحصيل، وبرز في التفقه والتأويل، ثم دام على ذلك حتى اشتد ساعده واستد راشده، وهو يرتع في رحاب الزيتونة، يستضيء من نور زيتها ويستمطر من غيث سحابها، فحدق روافدها ودقق في منافذها وحقق في مواردها، فاتسع أفقه واتسق نظره واغتزر علمه، وفاق على تربه فعلى به المقام، وسر به السادة الأعلام، فأجازوه بالعالمية في فنوع الشريعة على اقتدار، حتى لقد كرمه رئيس الدولة يوم ذاك الحبيب بورقيبة لحصوله على درجة الامتياز في شعبته. لم يقنع الوالد بهذا القدر من المعرفة، فأراد أن يكون له فقه مقارن يقارن به الأشياء والنظائر بين شرع الله وقانون خلق الله، فالتحق بكلية الحقوق في الجامعة الزيتونية يطوي سنواتها تباعا، فتخرج منها بالشهادة العالمية بتفوق واستحقاق، فاستجمع في صدره علمي الدين والدنيا، فكان له نعم الرشيد في الوصول إلى الرأي السديد. وبعد عودته إلى مسقط رأسه وانضمامه إلى سلك التعليم في معهده، تولى تدريس المواد الشرعية من تفسير وحديث وأصول وفقه وفلسفة وتأريخ، فترسخت فيه موهبة التفوق في الدين بدروسه ومحاضراته واجتهاده ومحاوراته، مما جعل الطلبة يقبلون على دروسه بشغف ويلحفون في سؤاله بلهف، استمطارا لمعين علمه واستنزالا لرصين فقهه، كما شمر على ساعد الجد في الإدمان على البحث في بطون الكتب، يطلب المزيد ويغترف الجديد، فلا تراه إلا قارئا كاتبا
مدققا محققا يسهر الليالي الطوال في تحقيق مسألة ليبلغ منها الوطر أو يبقى معها إلى وقت السحر، تكتسب بذلك نبوغا في الفتيا ومقدورة على حل مشكلات فقه الدين والدنيا، فقصده القاصي والداني اطمئنانا إلى علمه واستئناسا برأيه وتصديقا لقوله، فغدا مرجعا من المراجع القليلة الراسخة في الوادي الذي يناط به فك عويص المشكلات ويراد منه حل جديد النازلات. لقد كانت للوالد مشاركات دؤوبة في النوادي العلمية والندوات الفقهية والملتقيات الإسلامية، مساهما فيها بمحاضراته الجادة، منافحا فيها بمداخلاته الحادة، يعلوها صوت الحق مدويا ويجلوها تلألؤ الحجة تبخترا، ففتح له ذلك باب المشاركات في الملتقيات الدولية في تونس وليبيا وعمان وفي قطر والعراق وغيرها، فصال فيها وأبهر وجال فيها وأظهر، فازدادت روافده واتسعت معارفه، فازداد بذلك رسوخا في العلم ونقاوة في الفهم ورصانة في الحكم. لقد أنشأ الوالد رحمه الله ندوة فقهية عامرة يعقدها في مكتبته العامرة يوم السبت ليلا في كل أسبوع، دامت أكثر من 30 عاما، يريدها عطاش العلم من كل صوب وينتجعها بغاة العرف من كل حدب، فكانت سوق عقاض في مقارعة الحجج ومبادلة الحكم ومراوضة الأفهام، تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا تعرف فيها زمنا ولا وقتا، فانهالت عليها رافدات الوسائل وواردات المسائل، تعالج فيها بفقه رصين للوصول بها إلى قول مكين. لقد انكب الوالد رحمه الله محررا ومؤلفا ومقررا ومصنفا، لا تنفك يمناه عن التحرير ولا ذهنه عن التفكير ولا قلمه عن التحبير، لا يعرف مللا ولا كللا حيثما حل وارتحل، في حضره وسفره، في قعوده وركوبه، علمه معه حيث يمم ينفعه، وفهمه معه حيث حل يرفعه، فحرر سلسلة وقول ربي زدني علما في 10 كتب مطبوعة ومثلها مخطوطة، وحبر عشرات البحوث في مختلف المشارب الحيوية، ودون مئات الفتاوى في عديد المسائل الفقهية، وخط مئات الرسائل في كل الجهات المعنية، وإنه لتراث ضخم لا يزال في طي المخطوط إلى أن يحين وقت المعلوم لاستنباط ذلكم الكنز المدفون، وهذا ما سيبرزه الحفدة والبنون والباحثون المجدون كي لا تأتي عليه الأرضة والسنون. لقد أوتي الوالد رحمه الله عزيمة قوية لا تعتريها ملل، وإرادة سخية لا يدركها كلل، يصل الليل بالنهار جالسا على الأرض حانيا على طاولته ماسكا قلمه، لا ينفك إلا أن يحين وقت الصلاة أو يصل وقت الوجبات. قال عنه الشيخ أبو نقدان رحمه الله: تحمل إدارة البعثة في تونس بجدارة واستقامة ونظام، سار بها في منهاج الاستقامة طيلة مدته، ولم يحد عنه قيد أنملة. كان لدروسه في الوعظ والإرشاد آثارها البليغة في نفوس الشباب، ونفع عام في حسن سلوكهم. وقال عنه الشيخ عدون رحمه الله في حفل الجوائز الذي يقيم في سنة 1999، قال: لو أن معهد الحياة يخرج لنا في كل عام واحدا مثل الشيخ بن الشيخ لكان قد أدى رسالته. هذا قل من كل مما ينبغي أن يسبك، وغيض من فيض مما ينبغي أن يسكب، فمن أراد المزيد فعليه بعزم شديد وبصر حديد، ليقرأ ما يكتب
أو كتب من زمان بعيد، مما نشر أو لا يزال ثاويا في ركن شديد. سلام على محمد في العالمين، كذلك يجزي الله المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.